ما ينفعش بقى يعدي علينا موسم الصيف من غير ما نعمل طاجن بامية جامد جدا زي ما احنا شايفين كده. هقول لكم النهارده على كل تريكاتي المتواضعة البسيطة في طاجن البامية اللي تطلع لكم طاجن تحفة روعة، طاجن من الاخر. وهقول لكم كمان على كل خطوات اللحمة، وخاصة طبعا لو لحمة ضاني جنب طاجن البامية ليه وضع تاني خالص. شفتوا البامية مستوية قد ايه؟ بصوا بقى اللحمة ما شاء الله دايبة دول. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. اول حاجة هنجيب معلقة من الزبدة او السمنة وننزل فيها بحتت صغيرة من اللية او الدهون بتاعة اللحمة الضاني، وهنشوح اللية دي حلو جدا في السمنة. هتلاقوا نزلت سمنة اكتر بتاعة اللية. هناخد بقى من السمنة دي في الحلة اللي هنعمل فيها البامية، يعني هناخد من السمنة دي للبامية علشان ما تبقاش كل دي سمنة في الشوربة بتاعتنا. هنشوح الدول لحد ما تاخد لون كده من على الوش زي ما احنا شايفين. وطبعا زي ما شفنا شلنا من السمنة اللي نزلت دي للطبيخ بتاعنا، وهننزل بقى باللحمة بتاعتنا في السمنة ونشوح اللحمة حلو جدا لحد ما تاخد صدمة من كل الاتجاهات علشان نقفل مسام اللحمة زي ما احنا عارفين وتحتفظ بطراوتها وتبقى جوسي معانا. خلاص هنرش بقى عليها في الوقت ده ملح وفلفل اسمر. ما تقلقوش خالص خالص من الملح، مش هيأثر عليها، بس مش هنكتر ملح، يعني سنة بسيطة جدا من الملح. ممكن نحط شوية من البصل المتقطع. انا هضيف بصل بس بعد ما هضيف الشوربة. كده اهي الشوربه غليت، هنبدا بقى نضيف البصلايه زي ما شفنا وبعدين نغطيها ونسيبها بقى تستوي براحتها خالص. نروح بقى نحضر الباميه. ادي السمنه اللي طلعناها من اللحمه، هنحط فيها معلقتين كبار من البصل المتقطع صغير يا دوبك يتبلوا بس مش عايزين ياخدوا لون خالص، وننزل عليهم بالباميه. نشوح فيهم الباميه وبعدين ننزل عليهم بمعلقه كبيره من الثوم المفروم ومعلقه كبيره جدا من الكزبره. روح الباميه الثوم والكزبره. هنقلب بقى، نفضل نشوح في البامية لحد ما تفك من التلج. طبعا دي كانت متفرزة عندي في الفريزر. لو عندك البامية فريش مش هتاخد وقت معاكي خالص في الوقت ده. انا هنا هفضل اقلب فيها لحد ما تفك التلج بتاعها علشان تاخد الصدمة بتاعتها على النار. وبعد كده اروح نازلة عليها بقى بعد ما تفك، اروح نازلة عليها بعصير الطماطم المضروب في الخلاط كده زي ما احنا شايفين. ما تقلقوش خالص، مش هنسبك الصلصة ولا اي حاجة، هنحط كله كده مع بعضه. وبعدين هنضيف عليه بقى الشوربة بتاعت اللحمة بتاعتنا اللي احنا عملناها. طبعا اللحمة على نار هنسيبها هتاخد نص تسوية، مش عايزين نسوي اللحمة تسوية كاملة. هنضيف الشوربة كده زي ما قلنا، وبعدين نضيف الملح والفلفل الاسمر بتوعنا. طبعا احنا حاطين الكزبرة والثوم، مش هنحط حاجة خالص دلوقتي. ونحطها بقى ونغطي عليها ونسيبها بقى على نار هادية يا دوبك. اول ما تغلي ننزل عليها باللحمه ونغطيها وندخلها الفرن بقى تاخد راحتها في الفرن خالص. بس اهم حاجه نغطيها، لو ما فيش غطا للبرام بتاعك غطيه بورق فويل. كده خلاص طلعناها من الفرن. طبعا هنشغل عليها الفرن فوق وتحت على اعلى درجه حراره، مفيش مشكله طول ما هي متغطيه مش هتنشف معاكي خالص. كده الباميه استوت ما شاء الله. هنشيل بقى الغطا ونديها وش في الفرن. عقبال ما تاخد وش في الفرن هنجيب معلقه من السمنه ومعلقه من الثوم المهروس وعليهم معلقه كبيره من الكزبره. بس الكزبره هنحطها بعد ما الثوم ياخد لون كده علشان مش عايزين نحمر الكزبره قوي. وكده خلاص الباميه خدت. وبعد كده نطلعها ونطش عليها بقى طشه الثوم بالكزبره وكله احلى طاجن باميه. طبعا عقبال ما الباميه استوت بقى في الفرن كانت اللحمه بقت دايبه دوب لوز تحفه بجد. وشايفين الصلصه ما شاء الله اتسبكت خالص مع اننا مش مسبكينها من البدايه ولا اي حاجه، تحفه. وادي الملوخيه اهي برضو بنفس الطشه. ونعصر بقى على الطاجن الباميه بتاعنا شويه ليمون كده. مين بقى مش بيحبها بالليمون؟ اوعوا تقولولي ان في حد مش بيحبها بالليمون، لان الليمون بجد بيوديها في حته تانية خالص. شايفين التحفه تحفه مع بقى شويه البتنجان اللي عملناهم مع بعض على البيتش. شايفين ما شاء الله الباميه استوت جدا وفي نفس الوقت ماسكه نفسها. وشايفين اللحمه بقت لوز، كملت تسويتها جوه برام الباميه وشربت بقى من طعم الباميه، والباميه شربت من طعم اللحمه الضاني. بجد تحفه. عايزاكم تجربوا بقى الطريقه دي في الباميه وتقولوا لي ايه رايكم. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده ونورتوني. باي باي.